سلام حبابي، رمضان كريم عليكم. الله يتقبل منا ومنكم. اليوم غادي نعطيكم 3 نصائح جديدة ومفيدة بزاف لرمضان 2026، مبنية على أبحاث حديثة وكلها سهلة التطبيق باش تستافدوا صحياً ونفسياً أكثر. أول نصيحة: السحور بالبروتين البطيء وزيت زيتون. خلط بيض مسلوق مع زبدة مع ملعقة زيت زيتون. الأبحاث كتقول هاد الخليط كيبقى في المعدة 5 ل 7 ساعات، كيمنع انخفاض السكر في الدم وكيقلل الجوع بنسبة كبيرة طول النهار. نتيجة: طاقة ثابتة، ما كيجيكش التعب في الظهر ولا في التراويح. ثاني نصيحة: ماء وليمون ورشة ملح في السحور. كاس ماء كبير مع عصير نص ليمونة وربع ملعقة صغيرة ملح. السبب: رمضان كيقلل الصوديوم والبوتاسيوم، وهذا الخليط كيعوض الإلكتروليتات طبيعياً، كيحافظ على ضغط الدم وكيمنع الصداع والدوخة. اشربوه ببطء قبل السحور ب15 دقيقة، كتحس بالنشاط طول اليوم. ثالث نصيحة: قراءة صوتية 7 دقائق بعد الإفطار. بعد الإفطار مباشرة اقرأ جزء صغير من القرآن بصوتك العالي وبعدها فكر ف3 حاجات شاكر عليهم الله فعلتها اليوم. الأبحاث تقول القراءة الصوتية الليلي والشكر لله كتقلل التوتر وكيزيد جودة النوم العميق وكيخفف الكورتيزول في الصباح. نتيجة: نوم أحسن وراحة نفسية طول النهار. جربوهم هاد رمضان وقليوا في الكومنتات وش حسيتوا بالفرق. رمضان مبارك، الله يتقبل منا ومنكم. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس. نشوفكم قريب. سلام.